شيخنا اليوم رحنا الدكتور مال اللغة العربية على مو نسأل على موضوع باية لا يزكو لا وانظر إلى السماء كيف رفعناها. فالمعروف أنه بالآية من الله سبحانه وتعالى يستخدم الجمع هو للتعظيم والتأويل العظم خلقه. إنه بعدين جاب لي آية قال لي والراسخون في العلم، الراسخون في العلم من هم الراسخون في العلم؟ قبل قال لي محمد وآل محمد. فأنا ما تحملت يعني ما تحملت هذا يعني أوكي هو أنا أتفق وياه بس ما تحملت هيك يعني بس محمد وآل محمد هم الراسخون في العلم يعني ماكو علماء ثانيين هاي بس محمد. شوف يا حبيبي، اولا الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه سبحانه وتعالى بالجمع في القرآن للتعظيم والإجلال وليس للتعدد. بمعنى يقولون الجمع بمعنى ان مع الله سبحانه وتعالى آل البيت الائمه، اي جمع بقى في القرآن، اي جمع في القرآن، نحيي الموت، اي الائمه وآل البيت، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي آل البيت.